السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. هبدأ معاكم الفيديو بالنسكافيه. عايزة اقول لكم كنت جايبة علبة نسكافيه صغيرة. وعمر بقى اللي متابع معايا شاف عمر وهو بيتريق عليا فيها. هي بصراحة حلوة وعملت معايا كمية حلوة. حطيت بقى، جبت المضرب بتاعي وحطيت في الشفشق ده عشان ملموم كده. لما بضرب فيه الكريمة او اي حاجة بتبقى ملمومة وبتضرب معايا كويس. حطيت العلبة هي يعني بمعيار كوباية ونص كوباية مية ونص كوباية سكر، بس كده. وهضرب بقى فيهم كويس. شايفين ضربت فيهم بتاع 3 دقايق كده. شايفين جميلة ازاي. وهحطها بقى في علبة من العلب الجديدة وهحطها في الفريزر. عايزة اقول لكم بقى، يعني تيجي تغلي لبن وتحطي عليه معلقة كبيرة وبتعمل رغوة حلوة قوي وبيبقى طعمه حلو. احسن بقى ما العلبة الصغيرة دي، يعني ممكن عمر يخلصها في يومين اتنين. فهي عملت معايا ازاي كمية كبيرة ازاي، وهتفضل بقى في الفريزر. كل ما نجيب لبن كده نبقى نعمل كوباية حلوة يعني. انا ما بحبش ان انا اعوده، يعني اعودهم عليه عشان ما يتعودوش عليه قوي. ف يعني ما بعملوش كتير. جنب الشاي، يعني اي مشروب كده جنب الشاي. نقوم الصبح كده نعمل كوباية فبيبقى حلو، يعني بيحبوه. كمان عمره ما بيشربش الشاي فهو دايما عايزني بقى اعمل له النسكافيه ده. الطريقة دي حلوة قوي وبجد هتعجبكم. هعمل بقى معاكم كوبايتين. انا كنت غالية كيلو لبن فحطاه في الشفشق ده بغليه كده واسيبه لهم في الشفشق يعملوا منه. فعملت لهم بقى كوبايتين حلوين كده. او عشان هم اصلا كانوا بيتريقوا عليا ان انا اعمله كده مش هيبقى حلو. فلا، طالع جميل ازاي. وانا مكتره لهم الرغوه شويه عشان يشوفوه. شايفين الرغوه بتاعته عامله ازاي، جميل بصراحه. ولا غير لما تعمليه كده وتفضلي تضربي بمعلقه واحده بس، يعني بتعملي كوبايه. لا، كل مره مش هتضربي بقى. هتحطيه بقى في الفريزر وتاخدي منه المعلقه كده على طول يعني وانتي واقفه. خلاص بقى روقنا على نفسنا كده بعد ما فطرنا. هقوم بقى اشوف اعمل ايه. بدأنا كده بعد ما خلصنا يعني خبيز العيش بقى والكفته والحاجات دي. كنت عملت معاكم المطبخ من فوق. فاضل بس الحته اللي تحت دي. انا ما بفضوش يا جماعه، يعني اللي متعود معايا بحب اعمل الضرفه، بفضي الضرفه واعملها وبعدين ارصها تاني. فالمره دي بقى عمر ويوسف اتبرعوا كده وراحوا مفضينهولي وقالوا لي بقى انت اعملي امسحي بقى وخلاص. فهمسحه بقى كله عشان هو بجد متسخ قوي من جوه مطرب كده. ومن بره كمان شايفين ما كانش نضيف يعني. انا كنت عارفه ان انا هعمله في رمضان فما كنتش بعمل فيه حاجه من ساعه ما عملته معاكم اخر مره يعني. وكنت عملته قبل كده برضو من بره كده ومسحته، بس من جوه ما عملتوش. فلا، خلاص بقى كفايه عليه كده. هنروق عليه تنظيفه حلوه كده وبعدين ارصه بقى كله. هو الحته بس اللي تحت عشان كده فضيتها كلها مره واحده. وهعمل بقى السجاده بتاعه المطبخ والسجاده اللي هي في الطرقه. بدات بقى في غسيل السجاد يا جماعه. خلاص بقى خلصنا اللي ورانا بقى. تفريزات وعيش ومش عارف ايه كل ده، والكفتة اللي كنا عاملينها مع بعض. اللي بيشوفش الفيديوهات يشوفها، الفيديوهات جميلة. وعملنا كمان السمنة، سيحنا السمنة وسيحنا الدهن. لا، الفيديوهات جميلة، تابعوها بس وان شاء الله تعجبكم. خلاص بقى انا مش هكتر تفريزات لاني زي ما قلت لكم ما عنديش فريزر، فمش مشكلة بقى. كفاية قوي كده. ونبقى نعمل كله صباح مع بعضنا. شايفين بقى السترس بجد للمطبخ جميل. احسن حاجة تمسحي بيها المطبخ هو سترس او اي منظف تاني انت عايزاه يعني. بس السترس بيشيل الدهون وكمان بيلمع المطبخ. بس يعني انا برش السترس وبمسح وبعدين برجع اشطف الفوطة. دي اهم خطوة يا جماعة عشان تلمع معاك المطبخ. بشطفها او ممكن لو بأي ملمع ازاز ولا اي حاجة. بس لا، الاحسن تشطفي الفوطة. وكمان السترس حلو قوي للأقمشة. فلما بشطف الفوطة واغسلها كويس كده تحت الحنفية بحسها بتنضف. وكمان يعني الفوطة بتاعتي دي لما بعصرها بتنزل كل المية اللي فيها. فبتلمع بقى المطبخ كويس. كنت رصيت بقى كله هنا وخلصت بقى المطبخ كله. وبعدين بقى دخلت على السجاد. عايزه اقول لكم ان ما صورتش معاكم الحته اللي ورا البوتاجاز. عملتها دخلت البوتاجاز كده وعملتها. وده بس ده كان تاني يوم بقى.
عملت الحتة اللي فوق البوتاجاز بالمواسير بتاع الغاز كلها، ومسحت الحيطان ومسحت الأرضية، وبعدين فرشت السجادة بقى بعد ما نشفت بعدها بيومين كده. صورتش معاكم بقى الحتة دي. فأنا كده خلصت المطبخ خالص، يعني مسحته وكله بقى تمام. فاضل التلاجة همسحها، وهحط بقى فيها أجيب شوية خضار كده ونملاها قبل رمضان. أبقى أصور معاكم إن شاء الله التلاجة. آه خلاص بقى، يعني برضو ما كترتش على نفس السجادة. عملت السجادة دي بتاعت الطرقة وسجادة المطبخ. فاضل بقى سجادة الريسبشن الكبيرة والسجادة اللي قدام باب الشقة. وعملت كمان كنت مصورة معاكم الأوضة. غسلت السجاد بتاعها، كنت مرنخاه في البانيو، رنخته كده يعني من الصبح للمغرب وغسلته. وبس كده. عملت بقى الخلطة دي، ما قلتلكوش على الخلطة. عملت فيها حطيت فيها ب10 جنيه شامبو سجاد كبير، يعني كيس كبير. وجبت كيس برضو، كيس اريال او كيس اوكسي كبير، اي حاجة من العادي. وممكن تجيبي كروكس الوان عشان سجادك ولا حاجة. انا كان عندي نص كيس ابيض كده، فحطيته عشان بقى يعقم كده كويس واي بقعة يشيلها. ومليت الجردل بقى مية عليهم، وركنت بقى الجردل اغسل منه بقى السجاد كله. شايفين بقى السجاد كان متسخ بصراحة، بقالي شوية ما غسلتوش، كنت سايباه برضو رمضان. هشيل بقى السجاد ده خالص، يعني هشطفه وعينه، ونفرش بقى مع بعض حفظتين في الريسبشن كله كده. ان شاء الله بقى افرشه معاكم برضو. وبس كده. وعين السجاد بقى ان شاء الله قبل العيد كده بقى افرش السجاد. بس كده يا جماعة. شايفين بقى السجاد بقى يعني طلع مية عاملة ازاي. بشد بقى المية دي كلها. وهم برضو السجاد مش كبير، يعني السجادة دي يعني وسط كده مش كبيرة. وبرضو بتاعة المطبخ طويلة مش كبيرة، فأنا سهل عليا إن أنا أغسله يعني في الحمام. وبعدين أنا بغسل على قد، يعني ممكن أعمل السجادة دي وأقعد شوية وبعدين أغسل التانية. يعني ما مش لازم يعني نتقل على نفسنا يا جماعة. وكمان ننضف السجاد كويس قوي. أنا ما بحبش أخرج السجادة بره بصراحة. يعني أنا ممكن أغسله كل كام يوم كده عشان ما يتسخش قوي. وكمان يتغسل بسرعة، بس ما اخرجوش بره. وانا من النوع اللي بحب اغسل سجادي على طول، يعني ممكن شهر او 2 واغسله. بحب تبقى دايما ريحته تبقى حلوة، وكمان ما يمسكش فيه بقعة وما يبقاش يعني مقرح كده ولا اي حاجة. على طول احب اغسله ويبقى نضيف على طول معايا. يعني انتوا اللي متابعني من زمان عارف ان انا كل شوية بغسل السجاد، ويعني بحبه يبقى نضيف ودايما ريحته حلوة. أنا لفيت السجادة عشان لازم أن يبقى جنب الحيطة كده، ما يبقاش في المية دي النضيف اللي أنا غسلته ألفه واركنه كده جنب الحيطة. واغسل بقى من على الطرف كده عشان المية بقى تجري من بعيد يعني عن اللي أنا غسلاه. بس كده حتة حتة يا جماعة بنضفها كويس قوي. وبدعك فيها مرة واتنين، يعني أنا بدعك قدامكم مرة واحدة. لا، أنا بدعك الحتة مرة واتنين، وممكن استريح شوية، اقعد شوية كده اريح، وبعدين ادعكها تاني تبقى تنضف وتبقى كويسة. وكمان بكتر كده الخلطة عليه كده وادعكها واحط عليها مية تاني وادعك تاني. كل ده بينضف السجاد، وعايزة اقولك بيفرق معاكي اوي في الريحة. هجيب بقى معطر ان شاء الله، وانا بلمه ابقى اعطره واعينه، يبقى ريحته حلوة، وما اجي افرشه يبقى ريحته حلوة ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، ويا رب تعود عليكم الأيام بخير، وانتم بأحلى صحة وأحسن حال إن شاء الله. تنسوش يا جماعة اللايكات والصلاة على سيدنا النبي محمد، وتقولي لي رأيكم في الفيديوهات. يعني بحاول على قد ما أقدر يعني أجدد لكم كده في الفيديوهات. وتقولوا لي رأيكم في الفيديو اللي فات، فيديو خبيز العيش بتاع رمضان. عايز أقول لكم الفيديو جميل، وكانت أجواء جميلة قوي. واحنا مع حبايبنا كده وبنخبز في العيش. يا رب تعود عليكم الأيام بخير، وانتم بأحلى صحة وأحسن حال إن شاء الله يا حبايبي. شايفين بقى سجادة المطبخ بقى لي برضو شوية كده، مع إني كنت عاملاها والله من قريب. بس المطبخ بصراحة يعني عاوز كل شوية سجادته تتغسل. السجادة دي بالذات بقى، يعني عايزة أقول لكم عدتها عليها مرة واتنين. فتحي لما لقاها كتير قوي كده، لا شال منها كتير. شايفين بقى الشطيف
مطلعة ايه، بس بصراحة نضفتها يعني باين عليها، يعني انت شايفة منزلة بقى كل حاجة، ولازم اشطف من ورا كده. و... وعملتها بقى على مرتين لان هي طويلة. غسيل السجاد ده بقى بيفرق قوي يا جماعة في البيت. لا، اللي بينزل السجاد تحت ده فايته كتير والله. هو تعب شوية في الغسيل، بس احنا اللي بنتعب نفسنا. ممكن نعمل هيصة جامدة ونعمل كذا سجادة في يوم واحد. لا، انا بعمل سجادتين سجادتين، يعني مفيش اكتر من كده. ممكن عملت مشايتين كمان صغيرين كده بس، ما عملتش تاني. فاضل بقى السجادة الكبيرة هعملها على يوم واحد بس، السجادة الكبيرة. وفاضل السجادة اللي زي دي اللي قدام باب الشقة. وكذا مشاية بس كده. وبتوع أوضة الأطفال بس هم اللي فاضلين. أنا غسلت بتوع الأوضة بتاعتي بس، هم 3 حتت صغيرين كده غسلتهم لوحدهم برضه. يعني مش بتقل على نفسي، ممكن أعمل من قبلها بأسبوعين كده، بس ما تقلش على نفسي وما تعبش وارجع اقول فيه ايه. بس كده يا جماعه، شايفين ان السجاده كانت متسخه قوي بتاع المطبخ. نضفتها كويس قوي وعدت عليها مره واتنين، وحطيت خلطه كويس قوي ودعكت فيها. هحطهم بقى في البانيو يصفوا شويه صغيرين كده، وبعدين هنشرهم على طول. الجو ده اصلا الجو كان هوا في اليوم ده، فانا بتهيألي تاني يوم نشفوا. شطفت بقى تاني، حطيتهم في البانيو وشطفت تاني على طول. اهم حاجه شطيف السجاد ده، يعني كل شويه نشطف فيهم كده ونروق عليهم. ولميت الميه كلها بقى، وكان خلاص بقى كده يا جماعه. غسلت بقى المشايتين و